كنسلت الجيم ممبرشيب مش لحالك. كتير ناس وصلوا لنفس المرحلة خصوصاً بعد كورونا، وآخر دراسة من YouGov بتقول إنه أكتر من 56% من سكان الإمارات والسعودية بيوافقوا على فكرة الورك from home. والسبب أوفر على الجيبة، بتروح كتير على الجيم وبتحس النتيجة كتير بطيئة، خصوصاً إذا ما كان عندك PT. الجيم صار عجقة وضغط وبطل محل راحة، الشغل، الالتزامات، والوقت اللي دايماً ما بكفي. يعني بصراحة أوقات بتحسوا حالكم مش مطابقين لمعايير الجيم، بس هالشي يعني نوقف نتحرك؟ أكيد لا، رياضتك بوقتك وبطريقتك. مثل ما عملت جويل سنيب، ترك الجيم وب6 طرق قدر يستبدله. وغيره كتير لقوا بديل أبسط، workout from home. وخصوصاً مع كل الابليكيشنز اللي صارت موجودة أونلاين وأغلبهم فري. المفاجأة إنه التزامهم بالرياضة زاد، رياضة من البيت من غير التزامات بوقت ولا بدفع ومن غير عجقة ومن غير أعذار. وكل يلي بتحتاجوه عدة تمرين خفيفة، تليفون أو شاشة للابليكيشن، مساحة صغيرة للتمرين وشوية تحفيز، وأهم شيء النية. يعني مثلاً ترند ألو ماتشا بيلاتيس صار له نسخة فروم هوم، يوغا مات، كوباية ماتشا، بيلاتيس بورد وتمارين خفيفة. وهلأ رح تبلش ولا بعدك عم تدور على حجة؟